السلام عليكم، عاملين ايه احلى مشاهدين في الدنيا؟ مساء الفل ومساء الورد، مساءكم معطر بذكر الرحمن ان شاء الله. بصوا الهشاشة، طبعا حاجة مش مستاهلية كلام. 3 مكونات، فعلا 3 مكونات. وتعالي وشوفي الفيديو وتأكدي من كلامي. لو انت اول مرة تشوفوني، معاكي وفر مع مطبخ حبيبة، منتهى البساطة ومنتهى السهولة بأمر الله. وبكده هقولك كل الوفير والبسيط، ما تنسيش في تعليق حلو منك، لان التعليق ده بيرفع الفيديو ويوصل لناس كتير، وبيشجعني بصراحة ان انا اعمل لك وصفات موفرة كتير. مقاديرنا سهلة البسيطة. معانا 2.5 كوباية من الدقيق، عليهم رشة ملح وركناهم على جنب، ومعانا نص كوباية مية دافية، 3 معالق سكر صغيرين، ومعلقة خميرة ممسوحة زي ما حضراتكم شايفين. هختبر خميرتي ما شاء الله جميلة اهي وزي الفل، وهبتدي اشتغل بيها. هحطها على الدقيق وهبتدي اعجن واحدة واحدة. كل ما تعجني اكتر، كل ما معاكي العيش يطلع هش وجميل. اي مخبوز يا جماعة محتاج زي ما بنقول كده لد وعجن كتير. حطينا بقية المية الدافية وهنبتدي نشتغل، نعجنها كويس جدا. طبعا هبتدي اشتغل بايدي، لان انتوا عارفين انا من عشاق الخبيز، بحب الخبيز جدا دايما دايما. صدقيني والله يعني هما بيحبوا ياكلوا العيش بتاعي، يقول لهم ماما تشتريلناش من بره. حطينا هنا حوالي معلقة زيت، وهبتدي اعجن. لو العجينة بتلزق في ايدك شوية تبقى ممتازة، لو هتطلع معاكي زي ما انا اشتغلت فيها برضو ممتازة. اهم حاجة تعجنيها كويس. انا هنا ابتديت اعجنها وخلصتها، بس انا بحب دايما احط شوية الزيت بعد ما قرب ما اخلص عجن كده شوية، وابتدي اعجنها تاني علشان تبقى اخدت فترة كبيرة من العجن. كده تمام، هي معايا ملمسها رائع رائع جميلة قوي. هحط كده شوية زيت في الطبق عشان ما تلزقش فيه، وهبتدي احطها واغطي عليها تتخمر براحتها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، العجينة طلعة روعة. على فكرة هي ما كملتش الساعة، اقل من ساعة وكانت طالعة زي ما انتم شايفين كده. ابتديت طبعا زي ما احنا متعودين المخبوز هندهن الصينية شوية زيت بس، مش كل المخبوزات يعني القرص ما بتدهنش تحتها حاجة. وهبتدي ادهن الرخامة، دهنت الرخامة مرة واحدة بس علشان ما تبقاش فيها زيت كتير. هي اول مرة بس دهنت ايدي والرخامة، بعد كده مش هبتدي ادهن الا لما احس ان هي بتلزق قوي. تمام، هبتدي افرد كده. بصي مش هنأزم الدنيا، واقولك افردي دايرة، افردي مستطيل، اي شكل يطلع معاكي افردي، حتى لو شكل هلامي كده يعني مفيش مشكلة، والله ان شاء الله يطلع حلو. زي ما انت شايفة كده انا فردته بطريقة عادية خالص العجين، وقفلته من تحت كده وسويت الجوانب. وهبتدي لو انت عايزة اطول شوية برومي يطلع اطول شوية، بس انا كده معجبة بيه جدا جميل قوي. وابتديت اوريك واحد كمان. بصي انا بفرده يعني باي شكل عندك، مربع مستطيل زي ما ايدك تجيب، بس المهم تبقى مفرودة شوية حبة كتار كده عشان تبتدي تتلف رول كتير. تمام، اهم حاجة ان هي تتلف شوية رول حلوين عشان يطلع معاكي ملفوف وحلو. هنبتدي الف اهو تاني تاني، وهبتدي اشبك كل الطروف كده مع بعضها. تمام، والطرف اللي مشبوك ده بيبقى في الصاج من تحت او في الصينية علشان ما يبانش من فوق. وهبتدي برضو الجوانب اداريها يبقى ليها شكل حلو كده زي ما انت شفتي في الاخر. وهبتدي احط واخلص كل الكمية، واقولك هيطلع قد ايه. 2 كوباية يا جماعة، ده مش حاجة. شايفة، ولازم نسيب مسافات، لازم نسيب مسافات. بصي العجينة خرافية، هي مبتلزقش في ايدي خالص، يعني انت ممكن ما تدهنيش ايدك زيت، فبجد روعة 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 روعة. بصي خلصتهم اهمت، بس هتركه يخمر شوية، هسيبه يتضاعف حجمه تاني على حسب ما انت عايزة. سيبته حوالي ربع ساعة وسخنت الفرن على اعلى درجة. طبعا هنقول احنا هندهن الوش بايه، انا ما عنديش حاجة، لا الافراد ما بتعملش كده خالص. جبت نص كوباية مية على 3 معالق سكر بس كده. عندك قهوة بلاك تمام، بس هيديك اللون غامق شوية.
بصي ما شاء الله حجمه اتضاعف. غطيته بكيسة او بفوطة مش هتلزق خالص. وهبتدي ادهنه بالمية والسكر بس. عندك بخاخة كافية حلوة جميلة اشتغلي بيها. يعني بصي ما شاء الله اتضاعف حجمه بقى حجمه جميل جدا. هبتدي ادهن كله كده. عايزة ترشي سمسم رشي، ده حاجة اختيارية ليكي. عايزة تغيري وتحطي مثلا صفار بيضة مع شوية خل وتدهني، تمام. دخلته على اعلى درجة. بصي بسم الله ما شاء الله خرج جميل قوي. دي خطوة اختيارية، عايز تدهني تاني تمام، مش عايزة خلاص. انت شايفة وشه طالع ما شاء الله جميل جميل جميل. يعني 3 مكونات وحاجة رهيبة بجد وحاجة جميلة ومش مستهلية يعني تعب او شقة. مصاريف بسيطة جدا بمنتهى البساطة. وشوفي هشي ازاي وانت عاملة الحاجة لولادك في البيت زي ما انت عايز. وشه بيلمع جميل جدا جدا جدا. طبعا ده من المسحة الأخيرة بتاعة المية والسكر، مش عايزاه، ده اختياري ليكي. بجد تحفة تحفة تحفة. جربيه وما تنسيش تقوليلي في التعليق عجبك او ما عجبكيش. ما تنسيش تقوليلي. بصي من جوه شكله جميل جدا والله. صلى على الحبيب وقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عشان ربنا يبارك في رزقنا ويبارك في مالنا ان شاء الله. وما تنسينيش في اشتراك ولايك وقولي لاصحابك، علشان ان شاء الله انا بكبر بيكم. بصي بجد بجد شكله تحفة. انا عايزة انهي الفيديو معاكم، وشكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم لو شفتونا لغاية هنا. واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي، واترككم في رعاية الله وحفظه وامنه ان شاء الله. باي باي.